وشوية بشوية أنا لقيت أخويا بيتدخل في كل حاجة في خصوصياتنا أنا وجوزي، زي مثلا لما سألني يا ترى انت جوزك مقصر معاكي في حقوقك الزوجية بعد مرضه ولا لأ، وكان بيستنى رد فعلي ايه، وانا كنت بسكت لاني كنت برضو ضيفة عنده. انا اسمي سماح وعمري دلوقتي 35 سنة، وانا متجوزة، بس عندي مشكلة مع اخويا بسبب تصرفاته هو بيعملها بعد اما رحت عشت معاه في بيته، وهي دي المشكلة اللي عندي. وأنا كنت عايشة في الأول مع أهلي قبل ما أتجوز، اللي كانت بتتكون من أمي وأبويا وأخويا اللي أصغر أصغر مني ب10 سنين، وطول عمري بابا وماما وهم كانوا مدلعينه قوي. المهم إن أنا لما خلصت الكلية اشتغلت موظفة، واتعرفت وقتها على واحد زميلي في الشغل، وحبينا بعض أوي أنا وهو، لكن هو كان من أسرة بسيطة أوي، وما كانش عنده أي إمكانية مادية للجواز أو حتى أهله يقدروا يساعدوه، بس هو كان شخص مؤدب ومحترم. أهم حاجة إنه هو كان بيحبني. أمي وأبويا لما شافوه واتعرفوا عليه اقتنعوا بيه، بس كان اعتراضهم إنه أنا هبدأ معاه من الصفر، وكمان من تحت الصفر. فماما وبابا قالولي وقتها اتخطبوا دلوقتي ويسافر بقى ويكون نفسه، وبعد كده لما تبقى إمكانياته أحسن تبقوا تتجوزوا. لكن أنا وهو كنا بنحب بعض قوي، وكنا مستعجلين على الجواز. قلنا لهم لأ، إحنا هنسكن في شقة مفروشة، لكن أمي وأبويا ما كانوش موافقين خالص على الكلام ده، لكن أنا أصريت، وكان المفروض إنه أبويا يجهزني، وهو بصراحة كان شايل لي مبلغ للجهاز على جنب، لكن أنا قلت ليه هنجيب الجهاز نوديه فين، ما إحنا هنتجوز في شقة مفروشة. انت اديني فلوس الجهاز أحطها باسمي في البنك، وفعلا حطلي الفلوس باسمي. لكن هو قال لي وقتها بصي يا بنتي، أخوكي ليه ضعف اللي انتي هتاخديه، وأنا أدام اديت ليكي الفلوس دي يبقى لازم أدي لأخوكي ضعفها، لأنه الشرع بيقول كده، إنه الولد ياخد ضعف البنت. والشقة اللي انتي وأخوكي وأمك عايشين فيها دلوقتي تبقى شقة تمليك، وتقريبا سعرها ضعف المبلغ اللي انتي خدتيه. فأنا ببلغك أهو، أنا هكتب لأخوك الشقة باسمه وتبقى ملكه، ونفضل عايشين فيها أنا وهو وأمك، وبعد العمر الطويل لينا أنا وأمك أخوك يتجوز فيها وتبقى بتاعته. وأنا اتجوزت من 10 سنين، وعشنا أنا وجوزي في الشقة الإيجار، وخلفنا عيال، وكانت الدنيا ماشية في الأول وكنا مبسوطين، لكن إحنا ما كناش ملحقين على مصاريف اللي ورانا، يعني إيجار الشقة ومصاريف الأكل والشرب والأولاد، رغم إننا إحنا 2 أنا وجوزي بنشتغل، ومن أول جوازنا وأنا بدأت أسحب من الفلوس اللي أبويا كان شايلها باسمي في البنك لحد ما خلصوا في الآخر. وطبعا أمي وأبويا ما كانوش يعرفوا إن أنا صرفت الفلوس دي. وجوزي لما لقى المصاريف كتير هو دور على شغل بعد الظهر، وبقى بيروح شغله الأساسي الصبح، وبعد الظهر بيروح شغله الإضافي. واستمرينا على كده فترة، لكن للأسف أنا أبويا توفى بعد فترة صغيرة، وأمي هي كمان حصلته. وبعد كده أخويا بقى عايش لوحده في بيتهم، وهو كان الوقت ده لسه مخلص جامعة وبدأ يشتغل. وأنا طول عمري وأنا كانت علاقتي كويسة قوي بأخويا،
وخصوصا كمان إنه هو كان أصغر مني، فأنا كنت كأني أمه التانية بعد ماما الله يرحمها. وبعد لما ماما وبابا اتوفوا أنا قلت لأخويا إنه هو يتجوز عشان ما يبقاش عايش لوحده، وبرضه هو كان عنده شقة وفيها كل حاجة، لكن هو قالي إنه ما بيفكرش في الجواز خالص دلوقتي. لكن للأسف أنا جوزي تعب قوي من فترة وفضل شهر تعبان وراقد في البيت، حصلت له مشاكل كتير في قلبه رغم إنه هو ما كانش كبير في السن، وطبعا الدكاترة نصحوه إنه هو ما يعملش مجهود، وبطل يروح شغل بعد الظهر وكان بيروح الشغل الصبح ويرجع على البيت. يعني هو بعد أما كان بيشتغل شغلانتين بقى بيشتغل شغلانة واحدة، وطبعا دخلنا قل وما عدناش ملحقين على حاجة. وأنا في الوقت ده خطرت على بالي فكرة وقلت طيب أنا بدفع كل شهر إيجار للشقة وكان غالي أوي، وفي الفترة الأخيرة قلت طيب هو أنا ليه مروحش وأعيش أنا وجوزي وأولادي مع أخويا في شقة أمي وأبويا، والشقة ما شاء الله كبيرة وهو قاعد فيها لوحده. وأنا لما أخدت رأي أخويا وقلت له أنا عايزة أروح أعيش معاه أنا وجوزي وولادي، وبصراحة هو وافق وما كانش عنده أي مانع، وفعلا إحنا سيبنا الشقة الإيجار ولمينا حاجتنا ورحنا عشنا مع أخويا. في الأول الدنيا كانت ماشية تمام وما حصلش مشاكل، لكن زي ما انتوا عارفين كل حاجة في الدنيا ليها ميزات وعيوب، وهو أنا ما بقاش عندي أي خصوصية وبقيت كل حاجة في حياتي قصاد أخويا وكأنها كتاب مفتوح. وشوية شوية أنا لقيت أخويا بيتدخل في كل خصوصياتنا أنا وجوزي. يا ترى انتي جوزك مقصر معاكي في حقوقك الزوجية بعد مرضه ولا لأ؟ وكان بيستنى يشوف رد فعلي، وأنا كنت بسكت لأني برضه كنت ضيفة عنده ومش عايزة أعمل معاه مشاكل، لكن عشان أنا سكت ومخدتش موقف هو بدأ يزيد في كلامه. وفي مرة أنا كنت عايزة أشتري حاجات من السوبر ماركت وأخدت التليفون واتكلم منه لأنه تليفوني كان فاصل شحن، لكن للأسف أنا لقيته مصورني فيديو وأنا في البيت، ويمكن مصورني أكتر من 10 فيديوهات مصورهم ليا وأنا واخدة راحتي في البيت. بس أنا برضو سكت وعملت نفسي ما شفتش حاجة وما قدرتش أتكلم عشان ما يحصلش مشاكل، وده برضه لأننا ضيوف عنده. لكن بصراحة أنا بجد مش مرتاحة في القعدة عنده، وطبعا أنا ما قلتلوش أنت مصورني ولا أنت عامل إيه على تليفونك ولا أي حاجة، وبرضه أنا ما حكيتش تصرفاته دي لجوزي ولا لأي حد. بس أنا بجد قلقانة وما بقاش عندي أي ثقة في تصرفاته، ومش قادرة أنسى الموقف ده. إنه أنا وهو في يوم كنا لوحدنا في البيت وكانوا الأولاد في المدرسة وجوزي كان لسه في شغله، وأنا لما لقيته رجع قلتله أنا هدخل الحمام وبعد كده هخرج وأحضر لك الغدا على طول. لكن وأنا في الحمام أنا دخلت الحمام الأول وأنا لسه واقفة في الحمام لقيت باب الحمام بيتفتح، لقيت أخويا دخل عليا، وطبعا هو لما لقاني لسه واقفة هو ارتبك وما بقاش عارف يقولي ايه، فعمل نفسه ان هو نسى انه انا جوه، وهو ما كانش يلاقي كلام يقوله ومش عارف يقولي ايه. والموقف بتاع الحمام ده انتهى ساعتها انه جوزي والعيال رجعوا من برا، وخايفة لو فضلت ساكتة الامور تتطور.